هو ايه اللي حصل بالظبط لدوك هيدسون في فيلم بيكسار بتاع كارز، او نقدر نقول عليه فيلم العربيات بتاع برق بنزين؟ في لغز فعلا ورا الشخصيه دي، فخلينا في الفيديو ده نتعمق اكتر مع الشخصيه ونشوف اللغز اللي ورا الشخصيه دي بيقول ايه بالظبط. من الاخر كده الشخصيه دي قال ان هو خبى الهويه بتاعته كمتسابق عن اهل مدينه ناجع ريديتير علشان خاطر كان عاوز يسيب الجزء ده من حياته وراه. بس ممكن دي ما تكونش الحقيقة كلها، لأن في نظرية غريبة لو طلعت صح هتكشف سر مدمر عن أيام المجد بتاع دوك هيدسون محدش للأسف كان يتخيله. ولو السر ده طلع فعلا رسمي يبقى كده دكتور هيدسون نصاب من البداية. فدلوقتي فكرة ان دوك هيدسون بطل كأس البستون وصاحب الرقم القياسي يكون محتال ممكن تبان اتهام ملوش لازمة، ولكن لما ترجع تتفرج على الثلاثية بتاعت برق بنزين من الأول هتلاحظ شوية حاجات فعلا بتخلي الشكوك دي يمكن تكون منطقية. احنا مش عارفين كتير عن تاريخ دوك هيدسون غير انه كان كسب كأس البستون ومعاه الرقم القياسي لأكتر عدد انتصارات في موسم واحد 27 سباق، وده لحد ما نزل الجزء الثالث من كارز. ولما برق بنزين بدأ يعرف أكتر عن تاريخ دكتور هيدسون وهو بيتدرب على طريقته علشان خاطر يقدر يكمل سباقات في العصر الحديث، ابتدينا هنا نعرف معلومات أغرب. في الجزء الثالث كان في شوية تفاصيل لما تحطهم جنب بعض تدي إحساس إن دكتور هيدسون كان مخبي سر كبير ومرتبط بأيامه اللي بيعتبرها أيام المجد. حسب الفيلم دكتور هيدسون بدأ يتسابق من سنة 1951 قبل ما السباقات تبقى مشهورة وممولة زي ما كانت في وقت برق بنزين، ووقتها العربيات كانت بتتسابق على تراب مش أسفلت، وكمان كان في متسابقين بيعملوا حاجات مش قانونية زي تهريب الخمور. بس رغم ان دكتور هيدسون ما كانش متورط في حاجات مش قانونية زيهم قدر برضه يعمل اسم كبير لنفسه من بره كده. نقدر نقول شكله كان ناجح علشان خاطر كان راكب موتور اقوى من باقي المتسابقين، لكن ممكن يكون في اكتر من كده. فلو ركزت على الستيكر اللي على الكابوت بتاع دكتور هيدسون هتلاقي مكتوب عليه توين اتش باور، وده معناه انه كان شغال بنظام كربيراتير مزدوج معمول علشان خاطر يخلي العربية تمشي بكفاءة اكتر، وده فعلا كان ممكن يساعده يفوز بس مش للدرجة دي اللي تخليه يكسر ارقام قياسية بالشكل ده. في الجزء الثالث من برق بنزين اتقال ان دكتور هيدسون ما كانش بيكسب من اول يوم، لكن فجأة بقى بيكسب دايما وابتدى يكسر ارقام بشكل غريب، وده لوحده يخلينا نشك هل فعلا كان في حاجة غلط؟ هل هو استخدم طرق ملتوية علشان خاطر يفوز؟ ولا ده صح؟ يبقى للأسف كل أيام مجده كانت مبنية على غش. دكتور هيدسون خسر سباقات كتير قبل ما يبتدي يكسب، ومن ضمنهم حتى لويس ناش اللي كانت معروفة بلقب بارنستون. هيدسون خسر منها 3 مرات ورا بعض، وبعدها فجأة بدأ يكسبها بشكل مستمر في السباقات، وبعدها بسرعة بقى بطل كأس البستون. حسب النظرية دي النجاح المفاجئ اللي حصل عليه هيدسون ما كانش صدفة، لكن الأغلب إنه كان بيستخدم قطع غيار تجريبية أو حتى غير قانونية، وده بقى اللي وصل ليه ان هو بقى عنده الافضليه عن باقي العربيات. ولما حس بطعم الفوز لاول مره شكله كمل في نفس الطريق وبدا يغش علشان خاطر يفضل في القمه من غير ما حد ياخد باله، او خلينا نقول على الاقل في الاول. بس في الاخر الماضي لحقه وبدا يدمر الذكريات اللي المفروض كانت تبقى ايام المجد بتاعته، وهو بيجرب قطع جديده غير قانونيه علشان خاطر يفضل بطل. شكله هنا بقى دخل نفسه في حاجه اكبر منه والموضوع اتقلب عليه بسرعه جدا. كلنا عارفين ان مشواره في السباق انتهى يوم الحادثه المروعه اللي حصلت ليه على شاطئ، والكلام ده كان سنه 1954. ففي الفيلم دكتور هيدسون قال اخد وقت طويل علشان خاطر يتعافى من اصابته، وحتى بعد ما خف ما قدرش يرجع يتسابق تاني. وقتها قالوا ان السبب هو ان عالم السباقات كان اتغير والعربيات الجديده كانت اسرع واقوى وهو ما قدرش للاسف ينافسهم. لكن بعض الفانز شايفين ان في سبب تاني ممكن يكون اعمق. حسب نظرية من الجمهور يوم الحادثة دي هيدسون كان بيجرب معدات جديدة كانت مفروض تزود أداؤه أكتر، وفعلا المعدات دي نفعت لأنه كسب السباق. لكن المشكلة إنه ما كانش متعود على السرعة دي والسباق انتهى بكارثة كادت تخلص على حياته. ولو ده لوحده كان كفيل بانه ينهي ايام المجد، فالمصيبه الاكبر لو كان العالم اكتشف انه غشاش ونصاب، وده اللي بيقوله اصحاب النظريه انه حصل فعلا. طيب هم هنا بيقولوا ايه بالظبط؟ قبل ما نكمل لو انت اول مره تدخل على القناه ما تنساش بقى كالعاده سبسكرايب شير لايك كومنت، ويلا بينا نكمل. هم هنا بيقولوا ان بعد الحادثه الميكانيكيه اللي اشتغلوا عليه وقت التصليح للاسف اكتشفوا القطع المخالفه اللي كان بيستخدمها، وعلشان خاطر دي تعتبر مخالفات كان لازم يبلغوا لجنه السباقات، وده نظريا معناه ان سره كان ممكن يتكشف للعالم كله.
بس لجنة السباقات اللي كانت وقتها بتحاول تطلع السباق بشكل محترم علشان خاطر الناس تتقبله ما كانوش عاوزين فضيحة بالشكل ده. بدل ما يقول للعالم ان دكتور هيدسون كان غشاش، غالبا اجبروا دكتور هيدسون على الاعتزال، وده اللي حصل فعلا. ومن هنا كانت نهاية ايام المجد فعليا اللي بقت كلها ملطخة بالعار. وكل اللي قدر يعمله دكتور هيدسون بعد ما اتطرد من عالم السباقات هو انه يدور على شغل بعيد عن السباقات نفسها. وعلى حسب النظريه دي دكتور هيدسون عمل الحاجه الوحيده اللي كان بيعرف يعملها كويس، شغل العربيات. يعني لو هو كان بيتركب لنفسه قطع غير قانونيه يبقى واضح انه كان ميكانيكي شاطر جدا. فبعد ما دمر مستقبله في السباقات بسبب انه غالبا استخدم قطع ممنوعه علشان خاطر يتفوق على غيره، قرر هنا دكتور هيدسون يبقى ميكانيكي معتمد ويساعد الناس. وده كان نوع من محاوله انه يصلح صورته ويسترجع كرامته. يمكن ده كان واحد من الطرق القليلة اللي ممكن تخليه يبص الماضي الحزين والمخادع على انه ايام مجد فعلا. وفي المرحلة دي من حياته دكتور هيدسون قابل عربية واحدة كان واضح انه بيكرهها اكتر من اي حد تاني، وده من غير سبب مفهوم غير انه كان سباق. على الاقل ده اللي بيكسار كانوا عاوزينك تصدقوا. فبارق بنزين وصل بالفعل نجع ريداتير وعدى بتجربة ناس كتير ممكن يشوفوها فيلم رعب فعلا. تخيل معايا توصل مدينة صغيرة ومهجورة وفجأة أهل المدينة دي يحجزوك، بل كمان يجبروك تشتغل شغل يدوي، كلهم واقفين يتفرجوا عليك وانت شغال وكأنك عرض ليهم. وغير ده كمان القاضي بتاع المدينة اللي هو دكتور هيدسون كان واضح انه واخد موقف شخصي من برق بنزين مع انهم ما يعرفوش بعض اصلا. وعلى حسب النظرية السبب الرئيسي اللي خلى دكتور هيدسون يكره برق بنزين من أول لحظة هو إنه كان موديل أحدث وكمان أسرع منه. ولكن الأهم بقى إنه ما كانش نصاب، ودي كانت أكتر حاجة بتعذب دكتور هيدسون كل يوم من ساعة ما ساب عالم السباقات، لأنه كان عايش بشعور الذنب إنه غش. وده السبب اللي خلى دكتور هيدسون يبقى قاضي قاسي مع برق بنزين، وكان كمان هيطلق سراحه على طول رغم انه بوظ المدينه كلها. بس لما سالي اقترحت انه يصلح الطريق بدل ما يمشي، دكتور هيدسون ما قدرش يفوت الفرصه في اذلال برق بنزين شويه. وشاف هنا بقى ان مشاهده عربيه سباق سريعه وهي بتتعب وتتبهدل كانت بتهون عليه احساسه بالعار. بس رغم كده عمره ما قدر يبص لايامه القديمه بفخر. والغريب في الموضوع ان العربيه العجوزه دي دكتور هيدسون ممكن يكون لقى في الاخر طريقه يخلي بيها نفسه يحس ان اتطهر، وده كان من خلال مساعدته لنفس العربية الحمراء اللي كان بيكرهها في الأول برق بنزين. لما شاف إن برق بنزين بقى عنده إرادة يتعلم إزاي ياخد المنحنى السريع، فهنا بقى بدأ فعلا يشوف في أمل. ورغم إن دكتور هيدسون هو اللي اتصل بالصحافة علشان خاطر يلاقي مكان برق بنزين، إلا إنه بعد ما شاف تأثير برق بنزين على أهل المدينة ممكن يكون فكر إن العربية الصغيرة دي ممكن يكون ليها نفس التأثير عليه هو كمان. وعلشان كده في نهاية آخر الجزء الأول دكتور هيدسون في الآخر قرر يكون مدير الفريق بتاع برق بنزين، لأنه هو هنا شاف برق بنزين كمتسابق نظيف وشريف عكسه هو على حسب النظرية يعني. وعلشان كده قرر يساعده يكسب، ويمكن كمان حتى يكسر الرقم القياسي اللي هو نفسه عمله، بس المرة دي بالطريقة الصح. ودي كانت ممكن تبقى الطريقة لدكتور هيدسون يفدي بيها نفسه من ماضيه المخادع ويبدأ يفتكر أيامه القديمة بفخر بدل ما تكون عبء عليه. للأسف كل ده عمره ما ظهر بشكل واضح بسبب وفاة دكتور هيدسون اللي حصلت خارج الشاشة ما بين الجزء الأول وكمان الجزء الثاني. بس لو بصينا على العالم اللي حوالين الفيلم باين إن فعلا حصل ليه نوع من الخلاص أو التصالح مع الماضي. يعني حتى لو كان غشاش زمان في الآخر اتعمل ليه تمثال تذكاري في مضمار سباق بلده الأصلي. وده مش بس دليل انه اتسامح واتكرم، لكن كمان بيشير انه كان عنده حاجه يتكسف منها اصلا. يعني لو كان بريء تماما ما كانش استنى كل السنين دي علشان خاطر يبقى ليه تمثال، خصوصا انه كان حامل الرقم القياسي والمفروض اعتزل بسبب حادث كبير غير حياته. وكمان البطوله بتاعه كاس البستون نفسها اتسمت باسمه بعد كده، وده دليل قاطع انه اتقبل تاني وسط عالم السباقات وقدر يسيب الماضي وراه اخيرا. بس هنا بقى دلوقتي السؤال بقى ليك، تفتكر فعلا دكتور هيدسون كان مكسوف من ماضيه علشان هو فعلا ما استحقش المجد اللي اخده، ولا هو كان متضايق بس علشان خاطر ما قدرش يكمل مع الجيل الجديد من العربيات اللي كانت اسرع منه؟ فاشوفكم الفيديو اللي جاي، سلام.